السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في العصافرة، أسرع محطة مترو شغالين فيها. الأعمدة طلعت أهي، يعني الباقي فاضل على الصب بس. سلحوا كل حاجة اهي وجاهزة على الصب، فده خطوة كبيرة جدا. يبقى العصافرة أول محطة يظهر فيها الأعمدة كاملة في المحطة نفسها. وطبعا مجرد ما تخلص الأعمدة دي تتجهز يعني وكده لاستقبال الكاميرات. هتخش الكاميرات برضو، هتبقى كده وتوصل مع الكاميرات اللي هي على المسار العادي بتاعها، ويبدأ بقى الشغل في المحطة نفسها، اللي هو طبعا هيكون شغل كبير. ويعني أكتر حاجة في المشروع كله اللي بياخد وقت هي المحطات. فربنا يقوي ويبارك. وما تنسانوش بقى، لا تنسونا لا تنسونا في الاشتراك واللايك والشير، عشان ان شاء الله كده يكون دافع نجيب لكم كل جديد. ده محطة مترو العصافرة، اول محطة تطلع فيها الاعمدة بالشكل ده. وكويس انها المنسوب الشارع اعلى شوية من منسوب الارض جوه المحطة، ف باين الشغل يعني. هو الجو بس النهاردة مغيم شوية، ده لو الشمس طالعة كان منظر حلو، منظر جميل يعني بصراحة. جزء منه اتصب وجزء تاني جاهز على الصب. ده خالص خلاص اهو اتصب ده، وده جاهز على ان يتعمل الشدة بتاعته، الشدة بتاعت الصب، يبقى جاهز على صب المسلح الخرسانة. هما سلحوا كل حاجة وجاهزة، فده اللي بياخد وقت في الموضوع كله، في موضوع الأعمدة وكده. الحمد لله، توفيق، ربنا يقوي ويخلص المشروع إن شاء الله أسرع ما يمكن، والناس يستفادوا بيه. الناس كتيرة مستنيينه يعني. ادي محطة مترو العصافرة بدأت تظهر اهي، منظرها يفرح بصراحة يعني. يعني بص عاملة ازاي، ادي الأعمدة بتاعتها اهي. وطبعا بعد كده بقى لما تخلص المشروع كله هيبقى فيها بقى تحت في المسافات اللي بين الأعمدة دي هيبقى معابر طبيعية، مفيش أي مشكلة. هتخف الحركة عن المسارات اللي هي موازية للمترو، هتبقى تقريبا ما فيهاش مسارات غير قليل يعني ما فيهاش عربيات غير قليل، لأن كله هيخش تحت الكوبري ويعدي، بدل ما يعدي كل ده لحد مثلا ما يوصل لغاية 45 عشان يعدي الناحية التانية من هناك، أو يطلع الناحية دي لغاية كوبري المنظرة عشان يعدي من الناحية التانية. هيبقى في 100 معدية أو 100 معبر تحت المسار، وحتى تحت المحطات نفسها برضو هيبقى في أماكن للعبور الناحية التانية، والعبور من الناحية التانية لهنا. فده ميزة أكبر ميزة هيعملها المشروع ده، إنه هيفتح المعابر بين قبلي وبحري. هيبقى في 100 معبر، مش معبر، 500 معبر. فده هو أحلى ميزة في الموضوع كله،
وإن شاء الله يخلص. فاضل له يعني المفروض حسب الكلام والخطط والكلام اللي أعلن، يعني إنه التشغيل التجريبي يبدأ في 26، يعني كمان سنة و3 شهور من دلوقتي، فربنا يكرم ويوفق الناس اللي شغالة ويقويها. ويعني مش مشروع سهل يعني، لكن ما شاء الله المحطة شكلها حلو، وكل ما يظهر شكل العمل بيفرح أكتر طبعا. فما تنسانوش في الاشتراك واللايك لو سمحتوا، والشير، وإن شاء الله نتابع معاكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمس بدأت تطلع ايه في آخر الفيديو، بس معلش حكايات أكتر من رائعات إن شاء الله لو لنا عمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا دي مستشفى العصافرة قدام المحطة على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.